السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يعني فيديوهاتنا اللي هي عن العمرة حاجات ياما قوي بتهم الناس المعتمرين أو الحجاج. وطبعا الفيديوهات اللي أنا بعملها دي من تجربة، يعني مش بنقولها لكم كده أو واخداها من فيديو بتاع فلان أو لا من تجربة، يعني حاجة موثوق بيها. ماشي، يا ريتنا بنفيد غيرنا ويا ريت نستفاد بالفيديوهات دي، ويا ريت ما ننسوش نعمله لايك وشير ومشاركة يعني للفيديو يعلى والناس تتعلم بعضها. طبعا كلنا الحمد لله الحمد لله. يعني انا شايفة نسبة الاعداد في البنات كمان في العمرة ما شاء الله ما شاء الله. لما روحت نسبة بنات صغيرين ما شاء الله ياما، حتى في اطفال ياما. تمام. طبعا كان الأول العمرة ما تنفعش تروحيها لو سنك أقل من 45 سنة، كان لازم يبقى معاكي محرم. دلوقتي اتفتح الموضوع ده. تمام. فالنسبة بقت ياما. في بقى الناس اللي بنفسهم يطلعوا عمرة ومش مقتدرين، في اللي بيبيع ذهب واللي بيعمل جمعية. ياما حسب لما ربنا بيكرمك بالاشتياق بتبقي عايزة تروحي وبتعملي كل ما في وسعك عشان تروحي. تمام. في مكان لسبيل الاكل، يعني أنا الفيديو ده انا صورته بس ما رضيتش انزله منعا الاحراج. ففي مكان للسبيل ده للمعتمرين، ملوش دعوه بفقير او غني. ناس عاملين اكل، بيقول لك يعني ايه، في ناس المعتبرين بايعين اللي وراهم واللي قدامهم، فجايين ممكن عاملين اكل على حسابهم مش جايبين لحوم. ف... فده مكان السبيل. هنقول لكم المكان فين بالظبط. قدام باب 79، الباب اللي انت بتخشي تعتمري بيها. ماشي، في وشه كده اللي هي اسمه ايه، الفندق بتاع التوحيد او انتر كونترونتور، انا مش عارفه نقراه الصراحه لغايه دلوقتي. تحت صيدليه التهدي. هتلاقي صيدليه كده من تحت مكتوب عليها التهدي. جنبها في مطعم كبير جدا ونضيف جدا جدا. انا صورت فيديو بس ما حبيتش ان انا انزله. هو عادي، لقيت ناس بيصوروا ام كده. اسماء وولادك، وكمان وقفت ربنا وشفت ايه يفرحك بنتقدم باحمد يا ام عشان اسماء نظبط لهم وساره، المصداقيه كده. ربنا يسعدها يا رب. وقفت واسماء يخلي لك الحاج وشفت ابراهيم يا رب وذقت ويرضيكم خير المكان نضيف ويشفيكي جدا. يا رب ويشفي بيدي والدتك يا وجبه رب. يا ام بيتعمل اسماء دعوه ليك يا ام اسماء انت وولادك يا رب مغلف يا خطير رب. جدا جدا، طالع من المطعم ام بنفطر عليه. اسماء وولادك، في ربنا قطع يفرحك باحمد يا ام فراخ اسماء وساره، ونشا ورز ربنا بسمتي يسعدها يا وعصير. رب. طبعا واسماء الميه يخلي لك الحاج موجوده ابراهيم يا ياما، رب ويرضيكم ماء خير زمزم في جميع ويشفيكي يا رب ويشفي الحالات. والدتك يا رب. تمام. يا ام اسماء دعوه ليك يا بتقفي ام اسماء او انت تشوفي وولادك ربنا يا ما رب بيغيبش. يا رب. بصوا، عشان طبعا انا بنصور حاجات وكده، فلازم اكون في يعني واقفه وبصور وبشوف كل حاجه بالظبط ايه اللي بيحصل فيها. فلقيت الطابور بيمشي بصوره جدا. الحاجه الوجبات بتحضرها. تمام. يعني الناس اللي مش مقدرتها تجيب اطعام، يعني يا دوبك جابت تكلفة العمرة، ويا رب يكتبها لكل مشتاق، وجايبة حاجات صغيرة، دي ما فيهاش اي احراج. انا شفت ناس غنيين جدا واقفين، قال لك يعني ما فيهاش اي حاجة، اي لا فقير ولا غني، دي ملهاش دعوة بالفقير والغني. والناس اللي عايزة تساعد في الوجبة ديت بتروح للمطعم بتديله مثلا 100 وجبة بيعملوا كذا ريال، بتروحي تدفعي الريالات وهم بيعملوا الوجبات موجودة 24 ساعة في وش باب 79، تحت جنب صيدلية التهدي، الفندق اللي في وش المسجد. اللهم صل على النبي. ايه تاني عايزين برضو من الحاجات المهمة الناس بتسأل عليها؟ الناس اللي بتعمل الستات الكبار اللي هم بيبقوا رايحين ومش قادرين. تمام. في كراسي هناك، بتروحي للمسجد للناس بتوع الإدارة بتاعت المسجد، بتطلبي منهم الكرسي بيديهولك مجانا. لو حد من عندك هياخدك ويسوق بيكي. لو مفيش حد عندك يسوق بيكي فانت بتأجري الكرسي، فهتلاقي ناس ياما بيقولوا لك كرسي كرسي كرسي، اللي هو الكرسي المتحرك ده. ماشي. اسعار مختلفة. الاسعار اللي انا شفتها برضو سألت برضو عشان الناس اللي كانت بتسأل، او الناس الكبيرة مش عارفة تودي والدتها. طب هي هتقدر تطوف؟ لا، هتقدر تطوف وتقدر تعمل السعي بين الصفا والمروة بكل سهولة بالعجل ده. بس الصراحة بتبقى ايه، مكلفة شوية. يعني لو طواف بياخد 50 ريال، لو صفا ومروة 50 ريال. فالطواف والصفا والمروة في بياخدوا 100 وفي بياخدوا 150 ريال. ماشي. بس الصراحة هما بيتعبوا جدا، الناس اللي هي بتاخد الناس المسنة بالعجل
بيطوفوا بيهم ال7 أشواط بتاع الكعبة وال7 أشواط بتوع الصفا والمروة. بجد مجهود عليهم جامد. تمام. حاولي اللي انت يعني ايه تفاصلي، بس ما تفاصليش قوي لان فعلا هما بيتعبوا. ماشي. عشان تقومي بعمرتك صح، ما تبقاش مجهدة، ما تبقاش متعبة ان انت مش قادرة. او لو اي حد رايح وخايف ان هو مش هيقدر يطوف، ناس مسنة رجلهم وجعهم، ناس كبيرة، ناس لا، روحي وهتلاقي اللي ياخدك ويلففك الطواف، واللي يطوف بيكي واللي يسعى بيكي بين الصفا والمروة. ماشي. وكان معانا واحد اسمه عبد الله. كان معانا واحدة زميلتنا، كانت رجليها تعبانة شوية، بتمشي بس برضو مش هتقدر تطوف. جالنا لغاية الفندق، يعني باخدها كمان، يعني لو حد معاكي وانتي عايزة تعملي الطواف بتاعك او تعملي عمرتك بس مش قادرة تسيبي المسنة اللي معاكي او مش قادرة تطوفي بيها، هو شخص امين جدا. لو حد حابب برضو نسيب له التليفون بتاعه، بيجي ياخدك من الفندق ويوديكي التنعيم. يعني شوفي بيعمل ايه، بياخدك من الفندق يوديكي التنعيم، مسجد التنعيم. ده لو هتعملي عمرة تاني. تمام. لو مش هتعملي عمرة، يعني دي أول عمرة ليكي، هياخدك من الفندق على طول، بيوديكي الكعبة والطواف، وبعد كده بيوديكي الصفا والمروة، وبيجيبك لغاية الفندق تاني. وآمن جدا وأمين. والله كنا يعني مطمنين على الحالة اللي معانا، بحيث كانت الحالة اللي معانا بتتاخد من الفندق للمسجد، والعكس، ومن المسجد لغاية الفندق، لغاية باب الغرفة بتاعتها في الفندق. وكنا احنا بنسعوا السعي بتاعنا بكل يعني مطمئنين بقى، مفيش حاجة منعاك ان انت تطوفي طوافك صح. بجد الحاجة دي بتخدم الناس المسنة جدا جدا جدا. فيها مبلغ بيدفع، بس انت بتشتري نفسك، بتشتري عمرتك، بتشتري عمرة تانية. يعني لو انت نفسك تروحي عمرة عملتيه، عايزة تعملي لوالدك المتوفي، عايزة تعملي لوالدتك المتوفي، اللهم ارحم امواتنا يا رب، عايزة تعملي عمرة لنفسك تاني وما انتش قادرة، فبتشتري عمرة تانية. بدل ما تسافري من بلد لبلد، بتشتري عمرة تانية وانتي في مكة بفلوس، ب100 ريال، 150، حسب اللي هو بيوديك. هي بص أسعار متفاوتة، في بيقولك 150، في بيقولك 200 فصلي، هناك فصلي. ماشي. بجد الروحانيات جميلة جدا هناك. بجد ما تعمليش تكلفة الأكل، ما تعرفيش، ربنا بيسرها بيسرها بيسهلها. يعني حاجة جميلة جدا جدا. انت بتشربي من مية زمزم، بجد بتشبعي بجد يعني. انا واحدة من الناس، انا زي ما قلت قبل كده، انا مروحة بنص اكلي. خير ربنا ياما في مكة، وخير ربنا موجود. ربنا يكتبها لكل مشتاق يا رب.